عشان الناس اللي بتسافر لوحديها وبتسألني في كومنت، انا سافرت بالي لوحدي من غير شركة سياحة. طبعا انا بحب اسافر لوحدي بالذات في اسيا. انا بحب اتحرك بشوف في البلد نظام الناس عايشين ازاي. الناس المحليين بتوع البلد عايشين ازاي طبعا من خلال شركة سياحة. في ناس بتحب ده، لكن انا بفضل طبعا ان انا انزل واشوف البلد بنفسي كأني عايش فيها، واحتك بالناس واشوف ايه الثقافات بتاعتهم واتمشى في الشوارع. وبرضو عايز اقول لكم اللي هيحتاج عربية هناك يسيب لي في الكومنت، هبعت له اللينك اللي موجود بتاع الدرايفر اللي موجود هناك. هو صديقي، هو عم مورا هناك. عم مورا بقى من اطيب الناس اللي شفتها موجودة في بالي، وهو عن طريق ناس صحابي كانوا قايلين لي قبل ما اسافر عليه ان هما سافروا كذا مرة، وكان عم مورا هو السواق بتاعهم هناك. طبعا اللي هيحتاج اللينك بتاعه يقول لي عشان اوصله، بس اللي هيسافر وهيقول له ان انا تابع الشانل هيبقى ليه خصم على الاسعار هناك، وهو هيعمله بطريقته. تعالوا بقى اقول لكم الاسعار. هناك تعرفوا الاسعار ازاي؟ اول ما تلاقوا الالوفات كتير كده والارقام كتير، باختصار قبل ما الدولار يغلى كانت ال100,000 روبية بحوالي 100 جنيه، كنت بتشيل التلات اصفار. دلوقتي طبعا الدولار مقابل الجنيه الدنيا طبعا انتوا عارفين غليت، والجنيه قيمته قلت شوية، ف100,000 روبية دلوقتي بقى حوالي ب200 جنيه. بالي المحلات معظمها بتقفل بدري. معظم المحلات بتقفل على الساعة 10 أو 11، لكن في طبعا بعض المحلات بتبقى موجودة زي الماركتس موجودة فاتحة. مطاعم قليلة برضو اللي بتبقى فاتحة، لكن مش كل البلد بتبقى شغالة، على عكس طبعا تايلاند، وعلى عكس بعض الدول اللي موجودة في آسيا. لكن بالي جميلة جدا، تقدر تفصل فيها. جزيرة من أحلى الأماكن اللي ممكن تزورها لو بتحب تستجم، بتحب المناظر الطبيعية والشلالات والشوارع. وانت ماشي في الشوارع ماشي حاسس ان نفسيا الدنيا جميلة، ماشي في جنة. يعني بصوا منظر البيوت، الفلل، تحس ان انت دخلت في زمن تاني، زمن علي بابا، ولا عارف انت الجو ده. هنا مثلا داخل عند شارع فيه مزارع في الاخر كده، في مزارع خاصة للمزارعين بتوع بالي. طبعا انا بالنسبة لي اسيا جميلة ان هي فيها كل الاماكن الطبيعية، المناظر الطبيعية، لكن الاستمتاع بالطبيعة وان الجو اللي هو التقليدي دوت، الحياة البسيطة وفي نفس الوقت اماكن مبهرة، ده موجود في البلاد دي. كمان الاوروبيين نفسهم معظمهم بيجوا اسيا، فهم اصلا حابين اسيا. يعني معظم الناشوناليتيز الموجوده في اسيا هتلاقيهم اوروبيين. فهم طبعا يعني حتى الجو والطقس طول السنه تقدر تنزل الميه وتستمتع. بس كده، اللي هيحتاج اي حاجه يسالني فيها عن بالي يكتب لي في الكومنتس. اللي هيحتاج عربيه هناك اللي كانت معايا هقول له اسم الدرايفر وهوصله بيه، بس هيقول له ان هو تبعي وهيعمل له خصم حلو قوي. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام.